شفت الست دي عايزه تمضي عريس بنتها على ايه؟ شوف كده. 3 حاجات لو بنتي بتتجوز النهارده همضي عليهم العريس الجديد احسن مليون مره من القايمه. اول حاجه ان العصمه تبقى كمان في ايديها، هي كمان اول ما تشوف ان العلاقه دي انتهت وانها ما بقتش عاوزاه خلاص او ان هو راجل مش كويس تقدر انها تطلقه في اي وقت هي يريحها. تاني حاجة إن حضانة الأطفال تبقى في إيديها مهما حصل، حتى لو اتجوزت شخص جديد بعد الانفصال. التصرف في المدارس، في الفلوس، في كل حاجة تقدر عيالها يبقوا معاها وتاخد بالها منهم. تالت حاجة إنها لو اختارت إنها تقعد في البيت ما تشتغلش وترعى البيت بس والأولاد فقط، وده حاجة ما انصحهاش بيها بس تحترم لو هي اختارتها، انها تاخد نص فلوسه في حاله الانفصال، لان هي قعدت في البيت شالت النص بتاعه بتاع شغل البيت، عملت كل حاجه مكانه، عملت التربيه مكانه والتنظيف مكانه، وهي من حقها انها تاخد نص فلوسه كمان. بس دي نصايح اللي انا هنصحها لبنتي. هل انت شايفه انها مناسبه ليكي؟ يعني كده انت لغيتي كل الشريعه واصول الدين وعملت قانون من اجل بنت. عايز اقول لحضرتك والعريس اللي هيوافق ده مقابل ايه؟ ده كفايه ان انت تبقى حماته. وبعدين هو فين ابو البنت؟ ملوش راي في الموضوع ده ولا ايه؟ ولا بيغسل المواعين جوه؟ ابعتها له.